السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. بزاف بنات تلفلهم واش يديروا عشاء ولا غدا. اليوم جيت ندير معكم هاد المقارون، طريقتها سهله بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير. انا يا حبيباتي كانت عندي هاد المقارون كما كتشوفوا، راه تبان لكم نورمالمون لومبالاج. حطيت الماء يغلى، انا درته في كيكوطه، درت له كميه من الملح ودرت له كميه من الزيت كما كتشوفوا. وبالنسبه لهاد المقارون نتوما على حسب العائله نتاعكم قداش ديروا. اذا عندكم عائله كبيره تنجموا ديروا كامل هذيك الساشي. انا درت قيس صغيره هنايا غرفيه. نحطها تغلى، ما ديرلكمش وقت بزاف، واحد 8 دقائق حتى 10 دقائق. نخلطها مليح ونخليها تغلى. بالنسبه للنار تكون متوسطه. وروح نحضر صلصه الطماطم. انا هنا كان عندي 2 فصوص تاع توم ربيتهم كما كتشوفوا هنايا، رشه خفيفه نتاع ملح، قيس مغروف صغيره ممسوحه مليح، ونزيدهم كميه من الزيت نخليهم يتقلاو مليح، ونزيد عليهم 2 حبات نتاع طوماطيس نربيهم. بعد ما يتقلى لي هداك الثوم نزيد واحد مغيرفه صغيره طماطم مصبره. هنا ما صورت لكم، زدت كاس تاع ماء، قيس كاس تاع اتاي، تخليهم يغلوا مليح. كي بدو يعقدوا ليا نزيدهم مغرف صغيره نتاع حبه كحله، مغرف صغيره نتاع كمون، ورشه خفيفه نتاع سكر باش تروح ليا هذيك الحموضه نتاع الطوماطيس. انا هنا زدتهم واحد الكميه قليله من الحرور، خليتهم يطيبوا مليح. انا يبدا يعقد ليا. بعد ما فاتوا 10 دقائق هذه المقارون طابت. نحطها في كاسكاس نخليها تبرد ليا شويه، ما تخلوهاش تبرد بزاف. كون تبرد بزاف تعجل لكم. كما كتشوفوا هي اصلا راهي عجين، كي تكون حاميه ومن بعد تبرد تلصق مع بعضها. نروحوا نخلطوا هاد المقارون. صلصه الطماطم هي واجده. كان عندي هنايا زيتون مقطع كنت طيبته في الماء من قبل، وجبن مبشور. الكاليتي نتاع الجبن هنا المبشور كانت عندي شويه عينه. من الاحسن انكم ديروا جبن البيتزا. انا اللي كان عندي حاضر في الدار درته. تنجموا تزيدوا كاشير، تقطعوه مربعات. نجيب هذيك المقارون نخلطها. انا هاد المقارون كامل راني مطيبتها تخلط لي ولا تتخلط لي مع هاد لاصوص طوماط. نبدا نخلط بشويه، بغيت نوريكم برك ومن بعد نخلط في خاطري. من بعد نزيد عليها واحد البواط هكا صغيره نتاع طون. درت نتاع الطماطم كما كتشوفوا. طريقتها سهله بزاف، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. والبنه واش نحكي لكم، انا بعد ما حطيتها في طبسي نزيد ندير لها جبن تاع الشرائح. انا عندي ميكرو اوند. بعد ما نحط هذيك الجبن تاع الشرائح نعاود ندخلها واحد نص دقيقه برك 30 ثانيه، قيس ما يذوب ليا هذا الجبن. نتوما اذا ما عندكمش ميكرو اوند تنجموا تحموا مليح هذاك المقارون ومن بعد تعاودوا تحطوا عليها هذا الجبن يذوب لكم. وانا يا حبيباتي في الاخير بعد ما داب ليا الجبن نجي ندوقها. صدقوني البنه نتاعها شابه بزاف، ونتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. واذا درتوا لهذاك الجبن تاع البيتزا صدقوني يذوب لكم. تنجموا تستغنوا على هذا الجبن اللي درته من الفوق.